مرحبا بكم على اكسكيز. باش نعملوا ريسيت بنينه برشا اللي هي البمبلوني، ونفس العجينه هذيا وطريقه التحضير نجموا نعملوا منها زيدا الفطاير. ديما نشتهيو البمبلوني ونجموا نحضروه بطريقه سهله برشا في الدار كما باش نشوفوا في الفيديو. ان شاء الله تعجبكم الريسيت، وكان اول مره تشوفوا القناه نتمنى تشتركوا. عندي لهنا 350 جرام فرينة وزدت معاها رشة ملح، وهذا ساشي خميرة بتاع خبز، ومعاه مغرفة كبيرة سكر. نستحق زيت الكعب عظم ومغرفة كبيرة زيت، ومعاهم زيت ماء دافي الكمية اللازمة باش نلم بها الخليط. الخميرة نخلطها بالكدا هي والسكر، ومن بعد باش نزيد لها الماء اللي حطيته يدفى. دونك بالنسبة للماء ماذا بينا ما يكونش سخون برشا باش ما يفسدش الخميرة. كيما هكا نصب الماء مش برشا اما كميه الكافيه باش تغطي الخميره، ونغطي توا الصحفه ونخلي الخميره تتفاعل وتطلع. لهنا عندي الفرينه اللي زدت لها الملح، نخلط هكا بالكدا ومن بعد نزيد الزيت وكعبه العظم ونبدا نلم العجينه. في المرحلة هذه باش نخدمها بيدي، لو كان بالباتور تكون أسهل بالطبيعة برشا. وقتها نحطو المكونات الكل ونخليو البيتران يعجن. هذه الفرينة بعد ما طلعت توا باش نزيدها على العجينة، نخلط بالكدا. واخر حاجه توا باش نبدا نزيد الماء بشويه بشويه. هي ما فماش في الماء كميه محدده، انا باش نزيد حتى لين العجينه نتاعي تتحل ويبدا ما عادش فيها الكعبر. كما هكا كل مره نزيد شويه ونحل العجينه. بالطبيعه في العجينه اسهل برشا، اما حتى باليد نجمو نتبعوها بشويه بشويه وتجينا كيف كيف عجينه ناجحه. ممكن نزيد الماء الدافي بشويه بشويه وانا نتبع، ما نزيدش فرد مره. كميه اخرى من الماء ونبدا نحل العجينه، وكما تشوفوا هي توا بدات تطيب روحها. دونك كيما هكا مانيش نعجن اما ننزل عليها باش نحل الكعابر. دونك انا توا كيف نمس العجينه فيها برشا كعابر، بشويه بشويه نحلهم هكا في الماء، وفي نفس الوقت العجينه تطيب في روحها وتطرى. ممكن نكمل هكا بنفس الطريقة حتى لين تتحل العجينة. مش باش نزيد أكثر ماء على خاطر هي كيما نشوفوا هكا مسيبة، أما أنا تو باش نكمل بنفس الطريقة حتى لين تولي عندي عجينة ليس وما فيهاش الكعبر. دونك بالطريقة هذه نخدمها. العجينه توا ولات طريه ما عادش فيها الكعبر كيما نشوفوا هكايا، لا هي جاريه ولا هي عجينه متماسكه على الاخر. شوفوها هكا. دونك هذه هي الطريقه اللي نحضر بها العجينه. كأني ندخل كل مره يدي هكا التالي ونضرب. دونك التكستور نتاعها اخضر شويه من عجينه الكيك. توا العجينه باش نغطيها ونخليها تخمر نص ساعه قبل ما نبدا نشكل كعبات البمبلوني. هذه توا العجينه خمرت باش نبدا نقليها. كما نشوفوا هكا الخميره كيفاش تتجبد وما تتقطعش بسهوله. دونك هذه هي التكستور اللي يلزم نتحصلوا عليها باش تبدا العجينه نتاعنا ناجحه. هذه صحفة معبية بالماء، صبيت فيها شوية زيت، مش كمية كبيرة، حسب تقريبا غرفة ماكلة. دونك كل ما نجي باش نغطس يديا في العجينة قبل نحط يديا في الماء والزيت، خاطر كما نعملش العملية هذيا تولي العجينة كلها تلصق في يدي ويصعب عليا باش نجبد العجينة.
نهز كمية، مش باش نعمل كمية كبيرة كيما شفنا. كيما هكا نعمل الدورة في الوسط ونحط الكعبة ديريكت في الزيت. في ساعة نهز الفرشيطة ونفورم الكعبة، نغطس ايدي في الماء والزيت، ومن بعد نهز طرف من العجينة. مهم ياسر بالطبيعة اللي العجينة تكون خمرت، كيما نشوفوا نجبدها ما تتقطعش بسهولة. ممكن نجي لهنا في الوسط ونعمل الحلة هذيا ونحط في الزيت وهو سخون. اوكي، بطبيعتها في ساعات ما تتحط في الزيت تتنفخ، اما احنا ماذا بينا هكا نوصلوا الزيت لوجه كعبة البنبلوني، وهو بالطبيعة ديما احسن حاجة الزيت اللي باش نقليو فيه بنبلوني والفطاير فريكاسي تكون كمية الزيت كبيرة، والماعون اللي نقليو فيه زادا يكون غرق. كيما نشوفوا الوجه نقلب توا باش تكمل الطيب من الوجه الاخر. هو نكمل بنفس الطريقة كيما هكا، نغطس ايدي في الماء والزيت ونهز العجينة كمية، مش باش نعمل كمية كبيرة كيما شفنا. تتنفخ برشا، تجيني الكعبة كبيرة، ماذا بيا انا يجيني كعبات متحوفين. كيما هكا نعمل الدورة في الوسط ونحط الكعبة ديريكت في الزيت. وكما تشوفوا فورمة الكعبة حسب الذوق، انا ما نحبهاش تبدا معناها الكعبة كانها سمينة برشا كيما هكا، باهية ما تبداش فيها برشا عجين. كيما نشوفوا الوجه نقلب توا باش تكمل الطيب من الوجه الاخر. ناخذ كعبة البنبلوني وهي مازالت سخونة ونغطسها في السكر. هذه كانت طريقة تحضير البنبلوني كما شفنا، سهلة والحقيقة نتيجة تستاهل التجربة.